عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج سين عين صاد من الدمام يقول: الشيخ، في آخر العام الهجري ترسل في الجوالات رسائل بطلب الاستغفار في آخر العام، فهل لهذا أصل وتسمى هذه حملة المستغفرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاستغفار مطلوب من المسلم في كل وقت، خصوصا إذا حدث منه ذنب فإنه يبادر بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا في كل وقت، لا في آخر العام فقط. وكذلك يسرع الاستغفار في آخر الليل في الأسحار، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وهذا في كل ليلة، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا في كل ليلة، لا في آخر العام فقط. وكذلك يشرع الاستغفار بعد السلام من الصلاة المفروضة مباشرة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك الاستغفار بعد أداء العبادات، لأنه قد يعتريها شيء من النقص. وهذا ما في كل وقت، لا في آخر العام. فتحديد آخر العام للاستغفار أو طلب الاستغفار في آخر العام هذا لا أصل له، فهو بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الذي يروج في الجوالات في آخر العام من حملة الاستغفار هذا بدعة، والذين يدعون إليه دعاة إلى البدعة، يجب الحذر منهم. نعم. الشيخ صالح، يعني هذه الرسائل التي تأتي، وأيضا كذلك يوم الجمعة يقول: جمعة مباركة أكثروا لي من الدعاء أنشر تؤجر. هذه الجوالات استعملت لأجل ترويج الخرافات، فهي فرصة لهم، لأنه لا تذكر اسمائهم ويطلبون من الناس كذا، فلا يلتفت إلى ما في الجوالات من هذه الطلبات، خصوصا أمور العبادات، فلا بد من ثبوتها بدليل صحيح من الكتاب والسنة. نعم. هل هناك دعاء للسنة الجديدة؟ لا دعاء ولا شيء خاص بالسنة الجديدة، هذا كله من المبتدعات. نعم. فضيلة